انت مش كبرت على الكلام ده يا شلبوكة ولا ايه؟ مش كبرت؟ اصل صدقني الرد هيبقى قاسي قوي عليك، لان زي ما بيقول لك الكبير لو ما احترمش سنه الصغير هيقل منه. فتعالى نبدأ واحدة واحدة كده من أهم حتة بالنسبة لي ونشوف هو قال إيه، وكمل الحلقة للآخر وقول لي رأيك في الكومنتات. بدأ كابتن شلبوكة بتوجيه كلام للضرايب وللدولة إنها تركز مع عقود لعيبة النادي الأهلي ومع النادي الأهلي، إن في لعيبة بتاخد 70 و80 و100 مليون وعقودهم مسجلة في اتحاد الكورة ب5 مليون. يوصل هنا زيزو وقال لك إيه برضو؟ قال لك ان في مدربين قاعدين في بيوتهم واكلين شاربين نايمين وبياخدوا مرتبهم بعملة الدولار، وده اهدار للمال العام بسبب مشاكل في الشروط الجزائية ومشاكل في الإدارة بتاعت الأهلي. طب تعالى واحدة واحدة كده يا كابتن شلبوكة، عايزك تطلع لي صورة عقد واحد متسجل ب5 مليون في اتحاد الكورة ولو. طب انت يا شلبوكة ما تعرفش ان مثلا واحد زي زيزو 90% من مرتبه او من عقده مع الاهلي اعلانات وفلوس رجال اعمال دافعينها في بداية التعاقد؟ ما تعرفش الموضوع دوت؟ اكيد عارف، اكيد عارف. طيب انت يا كابتن مدحت ما تعرفش ان الكلام على جهة رسمية زي الضرايب لازم يكون معاك معلومات رسمية، ما تطلعش تحدف الناس بالكلام، تعرف ما تطلعش تتهم الناس بالكلام بدون دليل. وبعدين انت مين يا شلبوك عشان تطلع توجه منظمة كبيرة زي كده او دولة بانها تعمل ايه؟ انت مين؟ هل الدولة مستنياك تقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه؟ ما اكيد لا، اكيد لا. مش مستنيين واحد زيك اللي يطلع يقول لهم يعملوا ما يعملوش ايه. الناس ما بتنامش وشايفين شغلهم ليل ونهار يا باشا. انت مين وايه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ تعالى اقول لك بقى ان الاهلي النادي الوحيد اللي رافع ومشرف اسم مصر بره. الاهلي النادي الوحيد اللي مسوي كل الضرايب بتاعته مع الدولة. الاهلي النادي الوحيد اللي معلوش مديونيات لاتحاد الكورة، معلوش مديونيات لاتحاد الكورة، مش بأيدي اللعيبة من تحت الترابيزة وبتجدول له مديونيات والليلة اللي انت عارفها وما تفتحش بقك عنها. تعال اقول لك ان الاهلي اكتر نادي في التاريخ دخل لمصر عملة صعبة، سواء بقى بمشاركة في بطولات دولية زي كأس العالم، بطولات قارية، بكسب أفريقيا يا باشا، بلعب سوبر أفريقي، بلعب انتر كونتيننتال، كل حاجة، ببيع لعيبة. شوف الأهلي بايع لعيبة بكام مليون دولار. شوف وسام أبو علي، شوف إيفونا، شوف اقعد أعدلك كتير. ستة تشوفش غير اللي على مزاجك، انت ما بتشوفش غير اللي انت عايز تشوفه. واشمعنى الكلام ده طلع دلوقتي؟ ده احنا لسه هدخل لك في مهاجمته للاهلي ولسيد عبد الحفيظ والليله والفتنه اللي هو عاملها. انت ليه الكلام ده دلوقتي؟ هل انت معاك دليل انك تطلع توجه كلامك وان الناس تركز مع الاهلي؟ اولا الناس مش مستنياك توجه لها كلام، زي ما بقولك الناس دي عارفه شغلها وشايفين شغلهم كويس قوي، مش مستنيين حد زيك يطلع يقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. بس انا بسألك اشمعنى الكلام ده دلوقتي يا كابتن مدحت؟ اشمعنى دلوقتي وفي المرحلة اللي احنا فيها؟ ولسه هكمل لك. انت يا كابتن مدحت مش محترم كبر السن، مش محترم ان الشغل اللي كنت بتعمله زمان خلاص عافى عليه الزمن، خلاص مش هيبقى ليه لازمة دلوقتي، مش محترم كل دوت. بعد ما قضيت سنين في محاربة كابتن محمود الخطيب والخوض في مرض الراجل والدخول في نية الراجل، يا راجل اكبر. ده طلعت قلت على الراجل انه مش تعبان وبيعمل كده لما يلاقي الدنيا سخنت. طلعت له هو بيسافر بس ما عندوش حاجة. في حد يقول كده؟ في حد يبقى عاقل يعمل اللي انت بتعمله؟ فبعد سنين من مهاجمة الخطيب اتحول دلوقتي على مين؟ على كابتن سيد عبد الحفيظ، او زي ما انا مسميه العو، هو ده اسمه العو. الاول بس طلع لك على الاهلي ان الاهلي بيهاجم الحكام وبيعمل الشو ده كله علشان يداري على اخطائه الفنيه والاداريه اللي موجوده طوال الموسم. الاهلي مش محتاج يداري حاجه يا كابتن مدحت، الاهلي مش محتاج يداري حاجه، وجمهور الاهلي واعي. والاهلي لو عايز يداري ما كانش طلع بيان مره واتنين وقال لك ان في اخطاء فنيه واداريه. الاهلي ما بيهربش من اخطائه، الاهلي بيواجه. وجمهور الاهلي واعي لدرجه انت ما تتخيلهاش انه يبقى عارف مين بيداري ايه ومين بيعمل ايه. جمهور الاهلي ما بيضحكش عليها يا كابتن مدحت،
جمهور الاهلي كامل الاحترام ليك ولشخصيتك. انا طالع برد على حاجات انت قلتها في حق النادي الاهلي وفي حق اشخاص مسؤولين جوه النادي اللي انا بشجعه، النادي اللي انا بحبه. انت كل احترام ليك على دماغي. فالاهلي ما بيداريش حاجه، ما بيهربش. الاهلي بيواجه. ايه هقول لك على حاجه، انا لسه في دوري وممكن هشارك سوبر باذن الله وي بس طلعت بموسم صفري. انا كجمهور هبقى متضايق، اكيد هبقى متضايق، بس هل انتهت كده؟ ما انتهتش. لا يا باشا، انا اقف عند النقطه دي واصلح. بس هل عشان انا وحش او عندي اخطاء فنيه واداريه اسيب حقي يضيع؟ اسيب الحكام تظلمني؟ اسيب الاتحاد يجي عليا؟ ما انت قول لي بالعقل. طلع بيقول لك ان الاهلي بيعمل مش عارف ايه دخان وعايز يداري. الاهلي ما بيداريش، انا مش محتاج يداري. بتتكلم عن النادي الاهلي، هيداري ايه؟ هيداري ايه؟ جمهور الاهلي ناس اكتر ناس مهاجمه الاداره ومهاجمه اللعيبه علشان في اخطاء، وبنطالب بالتغيير عشان في اخطاء. هنتدرى من ايه ولا هنخاف من ايه؟ والجمله اللي كلنا حافظينها اللي اي حد بيزني وحاططها، بيقول لك اصل العالم كله بيتفرج علينا. يا جماعه يا جماعه، العالم كله بيتفرج علينا. يا نهار ابيض، العالم كله اللي بيتفرج علينا. انت ليه يا شلبوكه ما تطلعش تتكلم عن الفضايح اللي بتحصل في الدوري السعودي؟ اخرهم في ماتش الاهلي السعودي والفيحاء. طلعت انت بعدها لا ارى لا اسمع لا اتكلم. ما تقدرش تتكلم، والله ما تقدر تتكلم ولا تفتح بقك. اصل اكل العيش مر، اكل العيش برضه صعب. انا عارف ان اكل العيش صعب. وقمة العبث انك تطلع تتكلم عن الاهلي، او بتتكلم ان الاهلي ازاي بيتكلم عن الاخطاء التحكيميه، وازاي يتكلم الاهلي في حقه، وازاي بعد الماتش مش عارف باسبوع بيفضل يتكلم والاهلي عامل شوم مش عامل شوم. وانت في نفس برنامجك بيقعد قدامك وش لوش ناس وضيوف زملكاويه بيتكلموا في حقوق ليهم من 50 و40 و50 سنه، في اخطاء تحكيميه من 40 و50 سنه، تقعد تتناقش معاهم في اخطاء حصلت من 40 و50 سنه. فده قمه العبث اللي انت مديني الاهلي بيتكلم شهر ولا 2 عشان في حق ليه، وانت تقعد دي ناس تتناقش معاهم في حاجات حصلت من 50 سنه. يا عم احترم عقولنا، احترم عقولنا، احترم عقل نفسك وكبر سنك. انت كبير سنا طبعا، مش كبير غير سنا. احترم دوت، احترم دوت. وطلع بيقول لك سيد عبد الحفيظ. بقى نمسك سيد عبد الحفيظ، لان موضوع سيد عبد الحفيظ ده موضوع كبير والله العظيم، وليه اغراض تانية. اسمع يقول لك عليه موضوع هجوم كابتن شلبوك على سيد عبد الحفيظ ده ليه اغراض تانية، وناس عارفاها وناس مش عارفاها. تعال اقول لك. طلع بيقول لك اول حاجه كده بداها ازاي عضو مجلس اداره ينزل الملعب بعد الماتش. دي اول مره في التاريخ اشوف عضو مجلس اداره ينزل الملعب بعد الماتش. طب انت مالك؟ انت مالك نزل الملعب، نزل اوضه اللبس؟ انا بقى كنت اعرف رئيس نادي رئيس نادي مش عضو مجلس اداره بينزل الملعب ويهزق فيكم ويشتمكم ويخوض في عرضكم ولا حد بيتكلم. ايه نسيتوا الكلام؟ طبعا مش حد بس نسيتوا. كان بينزل الملعب بيعمل ايه؟ طب انت عارفين انا اقصد مين؟ نسيتوا كان بيعمل ايه؟ انت مالك انت سيد عبد الحفيظ ينزل الملعب ما ينزلش الملعب؟ حاجه ما تخصكش، حاجه ما تخصكش. عضو مجلس الاداره نازل اللعيبه بتاعته. لو بيصطف الملعب يكرم بيقول لك اصل عضو مجلس اداره النادي الاهلي وبيتك عن عضو اداره النادي الاهلي راح يسلم على الحكم ما مدش ايده. شفتها فين انت دي؟ شفتها فين؟ ولا جبتها منين؟ هو الكلام في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ احترم عقول الناس اللي انت بتكلمهم. يقول لك ليه بيقول لك بوجه نصيحه للكابتن سيد. هو بيصطاد في الملعب اكرم يا كابتن سيد، ما تتصدرش المشهد، ما تقفش في وش المدفع. اصل انت لما كنت مدير كوره اول ما الجماهير ندهت لك وسقفت لك مشوك. هنا يقصد ان الكابتن محمود الخطيب ما بيحبش الشغل لنفسه، بس هو بيضرب من تحت الحزام، بيرمي الكلام من تحت لتحت، بيرمي الكلام من تحت لتحت. بعدين انت يعني انت ايه؟ مش من حبك في سيد عبد الحفيظ ولا العلاقة الحب والاخوة اللي ما بينك هتطلع تديله نصايح؟ انت اللي بينك وبين سيد عبد الحفيظ بدأ لما سيد عبد الحفيظ رفض الظهور معاك في البرنامج بتاعك، ومصر كلها عارفة كده. تاني حاجة لما طلع حط عليك مع ابراهيم فايق لما كنت بتجيب في سيرة الخطيب وفي سيرة مرض الخطيب،
وانت من ساعتها وانت الحالة راكباك. ازاي يرفض يطلع معايا؟ ازاي يطلع يقل مني ويدوس عليا كده مع اعلامي تاني؟ ازاي؟ طيب بيقول انت رايح تعمل ايه في اتحاد الكوره واخد لي معاك المركز الاعلامي كله؟ طبعا ما يقدرش يقول الاستاذ جمال جبر ان هو ايه في برضه ما بينهم مهم. قال له انت رايح تعمل ايه في اتحاد الكوره واخد لي المجلس الاعلامي كله معاك وعربيات وشو؟ طب افرض امن الاتحاد ما رضيش يدخلك، ولا حد راح زقك ما رضاش يدخله فين؟ هو رايح له البيت ما رضاش يدخله فين يا راجل؟ ده رايح وعيده مجلس اداره النادي الاهلي، رايح اتحاد الكرة المصري بخطاب رسمي من النادي الاهلي، ما رضاش يدخله فين؟ هو انا رايح ازور حد في البيت مش هيرضى يفتح لي الباب؟ لقيته مجلس اداره للنادي الاهلي زي ما بتقول ورايح بخطاب رسمي. رايح اعمل ايه؟ رايح اقعد في الاتحاد. هو ممنوع اخش الاتحاد؟ يقول له لو واحد من الامن زقك في صدرك فالناس اللي معاك اتضايقت فراحوا ماسكين فيهم ومش عارف حصل. بص عمل حوار في خياله ورسم ليله في خياله ومشي عليها اللي هو يلاقي حاجه يقولها ومش لاقي حاجه يقولها، مش عارف يتكلم، مش عارف يعمل الترند. فقال لك هدوس. فهيكون ايه العمل؟ انت رايح تعمل فتنه يا كابتن سيد، يا كابتن سيد عبد الحفيظ، انت رايح تعمل فتنه. والله يا شلبوكه ما حد بيعمل فتنه غيرك، والله ما حد بيعمل فتنه غيرك. من زمان قوي لو ناس افكرك وبرنامجه قاعة افراح بيظبط له المكياج. جرب تلبس باروكة قوم رح. من زمان قوي انت سبب الفتنه وفيها احنا لسه بنتكلم في ايه؟ لما تسخن اما تطلع تقول ركزوا مع عقود لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي مش عارف ايه، ما انت بتسخن جمهورين على بعض. مين اللي بيعمل الفتنه كده؟ مين اللي بيعمل الفتنه يا كابتن مدحت؟ فمن زمان قوي انت صاحب الفتنه ديت. وما تعملش نفسك بتحب كابتن سيد، لان زي ما بقول لك انت 3 حاجات هم اللي معفرتينك: كرهك للخطيب وحقدك على الاهلي، رفض كابتن سيد الظهور معاك زي ما قلت لك لما طلع وداس عليك مع ابراهيم فايق ورد غيبه الراجل ان الراجل ما بيطلعش يرد. مش كده؟ انت ما كنتش بتنتقد الراجل اداريا، انت كنت بتنتقد الراجل في ذمته وفي نيته وفي مرضه، ولا انت ناسي؟ فكابتن شلبوكة اشمعنى الكلام ده دلوقتي؟ وعيب يا كابتن، عيب، انت كبير سنا فعيب. وجمهور الاهلي واعي ومجلس اداره الاهلي كبير وكابتن سيد عبد الحفيظ كبير وكابتن محمود الخطيب كبير، مفيش حد جوه النادي الاهلي مش كبير. عيب الكلام اللي طالع الفتره ديت في مرحله مهمه، عيب.